وهذا من الأدلة على أن الشافعي كان تبعا وتابعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ماذا قال أيضا. وقال حرملة قال الشافعي: كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي. إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف قولي ماذا تفعلون؟ قال: خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني. الشافعي يقول ولا تقلدوني، وهم مصممين إلا إيش؟ يقلدوا الشافعي. يا رجل، الإمام يقول لك لا تقلدوني وانت بتقول له بدي أقلدك. أين العقول وأين القلوب؟ أين تقوى الله؟ قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. وسمعته يقول: وقد قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ إيه؟ تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. إذا أنا ما بدي آخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أني مجنون، عقلي قد ذهب. وقال له أحدهم: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: يا رجل، فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار؟ شو الزنار؟ قال: حزام يشده النصراني على وسطه، حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. إذن هذا كلام كأنك اعتبرتني إيش؟ نصراني.